حاسس إنه في طاقة غريبة عم بتحيط فيك بالفترة الأخيرة. حاسس إنك عم تتغير، عم تلمع وكأنك داخل بمرحلة جلو أب قوية كتير. خليني أخبرك شو شايفة إلك. ركز طاقتك بالأوراق، فكر بشخص كتير منيح، قول اسمه 3 مرات ونقول مرتين على الشاشة. انت هلأ بمرحلة تحول كبيرة، مرحلة بتخليك تبرق وتبين بشكل مختلف تماما. في شخص واضح بطاقتك، شخص ثابت وواعي وعم بفكر بجد كيف ممكن يعطي استقرار بحياتك. انت تعبت واشتغلت على حالك ومريت بظروف ما كانت سهلة ابدا، يمكن انوجعت ويمكن حسيت انك وحيد او مهزوم، بس هاي التجارب كانت هي الوقود يلي عم بيخلي هالتحول يطلع منك اليوم. جاذبيتك عالية بشكل غير عادي، الناس ملاحظينك، حتى من بعيد حضورك ما عاد عادي. في رموز كمان واضحة قدامك، اللون الأحمر يمكن شيء له علاقة بلون شعرك، أو قطة جديدة جبتها أنت، أو حتى أثاث جديد ضفته على البيت. هاد كله مو صدفة، الكون عم بيبعت لك رسائل واضحة. والشخص يلي شايفك ما عم بيقدر يقاوم هاي الطاقة، هو مو بس شايفك جذاب، هو شايف فيك طيبة، حنية وقدرة على الاستيعاب والرحمة. هيدا الشخص بيشوف فيك راحة، طاقتك بالنسبة إله مثل حضن دافي، بده يطلعك، يعاملك مثل الملوك، يهديك ورد ويخليك تحس إنك مميز عن كل الناس. وكمان في شيء أكبر، هو جاي يفتح لك قلبه، جاي يحكي لك عن الصعوبات يلي عاشها، يمكن خيانة، يمكن ناس غدروا فيه، يمكن ماضي تعب فيه كتير، وبده يحكي لك كيف عم بيحاول إنه يوازن حاله ويرجع يوقف على رجليه. مهنيا هو شخص عملي واقعي، تفكيره مادي بس بطريقة منظمة، شخص بيعرف يخطط، يركز، وبيعرف شو بده من الحياة. ومن الأبراج اللي ممكن يكون منها الحمل أو الأسد أو القوس، العذراء أو الثور أو الجدي، سواء بالشمس أو القمر أو الطالع. الشيء الملفت إنه هيدا الشخص واثق من علاقتكم، حتى لو في ناس عم بيحاولوا يدخلوا بيناتكم، حتى لو في طاقة أم أو عائلة أو أصدقاء بدهم يشتتوه، هو ما رح يسمح لحدا أنه يفرق بيناتكم، مع أنه في عالم عم بيطلبوا اهتمامه. يمكن في نساء عم بيحاولوا يلفتوا نظره، بس هو تركيزه الكامل عليك أنت وبس. هيدا الشخص حتى لو مر بخسارة بشراكة شغل، أو حتى لو عاش تجربة طلاق قبل، بعده عنده الإصرار يعطيك أكتر، بده يبذل مجهود، بده يعمل المستحيل كرمالك، لأنه شايفك أنه أنت الشخص اللي بيستاهل. وهلأ اتذكر هيدي قراءة عامة، إذا حسيت إنه هالكلام لمس قلبك أو حسيت إنه بينطبق عليك، شارك الفيديو مع أصحابك حتى توصل هالطاقة لغيرك، واكتب لي بالتعليقات كلمة حب لتأكيد الرسالة وجذب هالطاقة لحياتك. ولا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة لحتى يوصلك كل جديد. واللي حابب ياخد قراءة خاصة دقيقة أكثر عن وضعه، الرابط موجود بصندوق الوصف.